السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. وهنعمل النهاردة معانا الفايش الصعيدي بكل أسراره اللي تخليه ناجح ولونه ذهبي كده اهو ومتحمص ومن غير ما لونه كمان يتغير. وكمان هنقول على طريقة سريعة في التقطيع بتاع الفايش، يعني لو معاكي 20 كيلو من الفايش هنقطعه بكل سهولة. انا بس عايزة اوريكي الفايش بتاعنا ده كده متحمص وهش، وهوريكي احنا وبنكسره بيتكسر معانا بكل سهولة، يعني دايب يعني دايب. وعايزة اوريكي كمان الفراغات، عايزة اوريكي الفراغات دي هنعملها ازاي، ده كله هنقوله في الفيديو. الاسرار دي كلها هنقولها باذن الله معانا في الفيديو. هقولك ازاي تخلي الفراغات دي في الفايش بتاعنا، هيتعمل بكل سهولة. بس اول حاجة عايزاكي تعمليها دلوقتي تعملي لايك على الفيديو، وتنزلي على كلمة الاشتراك بالاحمر تضغطي عليها علشان اي فيديو جديد باذن الله ينزل يوصلك الاشعار بتاعه. اول حاجة هنبتدي نعملها دلوقتي هو خميرة اللبن. خميرة اللبن بتتعمل بسمسم او حمص او فول مدشوش. اول حاجة معايا انا السمسم دلوقتي. البرطمان زي ما انتوا شايفينه كده اهو ناشف مفهوش ولا نقطة مية ونضيف. هفضي على طول السمسم فيه. في الوقت ده بيكون اللبن بيغلي على البوتاجاز، لازم اضيف اللبن على السمسم يكون بيغلي. وشايفين كمية السمسم ازاي؟ انا عايزة اللبن يغطي السمسم، يعني انا هحط اللبن يغطي السمسم، يعني يبقى فوق شوية كده اهو او فوق خالص. يعني زي ما انتوا شايفين كده دول حوالي 5 معالق من السمسم عليهم كيلو لبن او كيلو الا ربع من اللبن زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنزل القشطه وكل حاجه وهحرك اللبن بتاعنا. اول ما احركه كده على طول انا مش هخليه يبرد، هكتم البخار اللي طالع ده على طول بالغطا بتاع البرطمان، وهحط البرطمان هشيله في مكان دافي واغطيه. اهم حاجه تغطي البرطمان وتحافظي ان هو يتحط في مكان دافي لتاني يوم. باذن الله الخميره دي بتطلع معاكي تاني يوم. يلا بقى اديني لايكات. زي ما انتوا شايفين كده ده الخميره خمرت، عملت النص ميه تحت والنص اتجمع لفوق اللي هو زي اللبن قطع مع السمسم. زي ما انتوا شايفين كده انا بفضي الخميره بتاعتي. طبعا بتعمل ريحه مش حلوه، الريحه الوحشه دي بكتيريا. البكتيريا دي هي اللي بتساعد على الخميره بتاعتنا انها تطلع. انا بفضي الخميره بتاعتنا دي في حله علشان هعمل فيها الخميره التانية، وبضيف في البرطمان شويه ميه بشطفه كده اهو، بروح افضيه على الحله دلوقتي لان انا عايزه ازود الخميره شويه بتاعتنا اهي. زي ما انتوا شايفين كده انا مش هحط ولا خميره ولا اي حاجه خالص، هي الخميره دي اللي انا هعتمد عليها في العجين كله. زي ما انتوا شايفين هدوب بس القطع اللبن اللي هي اتجمعت دي او اللبن اللي قطع زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا خلاص انا هبتدي اضيف الدقيق بتاعنا على خميرة السمسم او خميرة اللبن بتاعتنا. انا هعملها يعني مش عايزاها جامدة، العجينة دي ما بتبقاش جامدة، بتبقى عاملة زي عجينة الكريب او عجينة الزلابية، بتبقى عاملة زي عجينة الزلابية بالظبط. وهوريكي الحلة هتتملي ازاي من الخميرة بتاعتنا. اهم حاجة زي ما قلنا نحافظ على المكان الدافي اللي احنا نخمر فيها الخميرة. لو حطيتيها في مكان دافي اعرفي ان باذن الله الخميره بتاعتك هتبقى ناجحه. زي ما انتوا شايفين كده اهو انا ببتدي اعجنها كويس، بتاخدي وتدي فيها. هنا خلاص، هنا يعني انا خلاص هبتدي ادخل على المرحله الاخيره في الخميره. بص كده انا عايزاها زي كده اهو زي ما انتوا شايفين. هنضف ايدي واتخلص من العجين وهغطي الحله بتاعتنا كويس. بس زي ما قلنا شجعيني واعملي لي لايك، حاولي ترفعي الفيديو. هنقول على كل الاسرار اللي تخلي الخميره والفايش بتاعنا يكون ناجح. اول حاجه زي ما قلنا الخميره الاولى لازم تكون في مكان دافي، وزي ما بتشوفيها بتبقى عامله نصين، نص ميه والنص التاني متجمع فيه اللبن، بتبقى كده العجينه بتاعتنا او الخميره الاولى نجحت. دي الخميره التانية انا هنا هغطيها واحطها برضو في مكان دافي. هنا دي المكونات بتاعت العجينه. عندي كيلو من السمنه. الكيلو من السمنه انا باخد ال3/4 الكيلو في العجين وبسيب الربع الاخير على جنب.
ركزي معايا في المقادير كويس وفي الخطوات. وده عندي كيلو وربع من اللبن، تمام. بس انا هزوده ميه، هو المفروض احط 2 كيلو لبن، انا حطيت كيلو وربع. وهنا نص كيلو من السكر، وحوالي معلقتين كبار من الكركم او 3 على حسب نوع العجين، بس ما تكتريش الكركم كتير. ومعلقة صغيرة من الملح، وكمان شوية سمسم. اهم حاجة الكركم لو كتر معاكي خالص بيمرر معاكي الفايش، خدي بالك من الحتة دي. هنا انا هبتدي اضيف الدقيق بتاعي. انا بحط المفروض 2 كيلو لبن على كيلو من السمنة، بياخد من 5 ل6 كيلو دقيق على حسب نوع الدقيق بتاعك. لو الدقيق حسيتيه زاد معاكي، لو الدقيق، بس اهم حاجة تحطي الدقيق شوية شوية، تحطي الدقيق شوية شوية علشان تعرفي لو انت اول مرة تعمليه. لكن لو انت واخدة عليه خلاص. بصي بقى الخميرة وصلت معايا لحد فين، ما شاء الله عليها. دي كده الخميرة دي ناجحة اهي، شايفة يعني وصلت معايا 3/4 الحلة. انا هضيف الخميرة بتاعتنا على باقي المكونات زي ما انتوا شايفين كده. بصي ما شاء الله الخميرة عاملة ازاي، تحفة. وريحتها زي ما قلنا الريحة بتاعتها عاملة زي البكتيريا. البكتيريا دي هي اللي بتخلي العجين بتاعنا يخمر بسرعة. انا مش هحط، قلنا خميرة خالص من بره، انا مش هحط غير كيس بيكنج باودر بس، هو اللي انا هحطه. هنا انا شطفت الحلة بتاعت الخميرة وهحطها كمان على المكونات بتاعتي. وهضيف على طول، انا هضيف 5 كيلو من الدقيق لان انا حاطة كيلو وربع من اللبن. بدوب الخميرة بتاعتي كويس كده في السمنة واللبن. لازم تدوبيها كويس. اهم حاجة السمنة بتكون دافية واللبن بيكون دافي، والمية لو هتستخدمي مية تزودي مية لازم تكون دافية. كل ده بيساعد على الفايش يطلع معانا هش وبيخمر بسرعة. انا هنا هضيف ال5 كيلو دقيق بتوعي لان انا عارفة العجنة بتاعتي بتاخد قد ايه، او لان انا بعمله على طول فانا عارفة العجنة بتاعتي. لو انت اول مرة تعجني زي ما قلنا هنحط الدقيق شوية شوية وتعجني زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا بس نسيت الكيس بتاع البيكنج باودر وهحطه دلوقتي باذن الله. بس انزلي دلوقتي اعملي لي لايك وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عايزه اقول لك حاجه من اسرار نجاح العجين، اقسم بالله اقسم بالله من اسرار نجاح العجين، انك بتشهدي على العجين بتقولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وبتصلي على النبي وبتذكري الله كتير انت وبتعجني العجين، بتلاقي العجين بسم الله ما شاء الله عليه تحفه. انا كده العجين بتاعي اتملك خالص خالص زي ما انتوا شايفين. بص العجينه عامله ازاي زي الملبن. هضيف الربع كيلو الاخير بتاع السمنه شويه شويه، كمان اكتر من الربع ده بشويه. هبتدي اضيف السمنه بتاعتي واخد ودي في العجين. اسمها احنا بنقول عليها في الصعيد بنلف العجين بالسمنه زي ما انتوا شايفين كده. انا هبتدي اضيفه شويه علشان الوقت بتاع الفيديو ما طولش عليكم. يلا دلوقتي اعملي لي لايك اهو. زي ما انتوا شايفين انا خلاص خلصت السمنه بتاعتي وحطيتها كلها، وزي ما انتوا شايفين العجينه عامله ازاي ما شاء الله عليها تحفه. هوريكي دلوقتي باذن الله الطبق ده هيتملي على الاخر من العجين. زي ما قلنا كل حاجه دافيه في العجين، يعني انا وبعجن العجين معايا دافي، ولما تيجي تغطيها غطيها بغطا. وبعد الغطا زي ما انت شايفه بصي العجينه سهله التشكيل ازاي. اهم حاجه احنا نوصل للعجينه دي. ادي خدي ودي في العجين وملكيه كويس، هتلاقي العجينه بتاعتك زي الفل وبتخمر معاكي بسرعه. عشان تخمر معاكي بسرعه بصي ما شاء الله العجينه خمرت معايا قد ايه، الله اكبر. دوت لان انا حطيت صينيه، وبعد الصينيه لان دي ملهاش غطا حطيت صينيه وعليها ملايه وعلى الملايه بطانيه، والعجين كان دافي فخمرت معايا بسرعه. انزلي دلوقتي اعملي لي لايك على الفيديو. زي ما قلنا هنصلي على الرسول ونذكر الله كتير احنا وبنعجن كده في العجين. وزي ما بقولك بصي كده العجين طالع ملبن وتحفه خالص. انا بس سامحوني الفلاش ضرب كده، بس انا هطفيه معاكم بعد كده مش هخليه ولع تاني. انا هوريكي طريقه سريعه جدا 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 في التقطيع بتاع الفايش ده. غير انه سريع، غير انها سريعه، لا كمان بتساعد على الخمور بتاعها بسرعه. بس امشي ورايا كده وركزي كويس. انا هعمل ايه؟ انا هفرد العجينه بتاعتي كده. انا خدت قطعه حلوه كده
كبيرة، وهفردها عجينة على قد ما انت عايزة الفايش بتاعتك تطلع شكلها ازاي، كبير او صغير، قصدي في العرض، تمام، مش في الحجم. الحجم هيتضاعف وهوريكي هيتضاعف ازاي. انا هفرد العجينة بالنشابة بتاعتنا كده. لو انت مش مصدقاني اعملي واحدة كده واعملي الباقي زي ما انت عايزة تعمليه، وشوفي اللي انا عملتها دي رول هتطلع معاكي ازاي. هتطلع معاكي هشة كده اهو، هشة خالص خالص. اهم حاجة انت وبتلفي بتضغطي كده علشان العجينة كلها تمسك في بعض، وبتروحي مقفلة كده اهو. هنلفها رول تاني اكنك بتعملي بقسماط او عيش فينو، تمام، زي ما انتوا شايفين كده اهو. هبتدي ابططها كده اهو. يعني الصاج طبعا بتاعنا زي ما انتوا شايفين مدهون دهنة كويسة، اهم حاجة تدهنيه كويس علشان العجين ملزقش فيه. وهبططها خالص زي ما انتوا شايفين كده، وهوريك السمك اللي انا هوصل ليه. انا قلت انا هوريكي اسرار النجاح الفايش كلها، اسرار نجاح الفايش، يعني هخليكي استاذة في الفايش، وهيدوقوا الفايش بتاعك. اقسم بالله انا ولادي دلوقتي عمالين ياكلوه حاف، مش مستنيين حتى ان اعمل لهم شاي جنبه. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا هبططها تاني لسه برضو، بس هسيبها تريح شوية كده على جنب، وهبتدي اعمل التانية. الطريقة دي حلوة. اول حاجة ما بتاخدش معانا دهون كتير، غير لما انت بتيجي تعمليها واحدة واحدة بتحط ايديكي في السمنة ومعرفش ايه، وبتفضلي ترصي. ده غير الوقت طبعا. انا اقسم بالله عملته لوحدي في ساعة واحدة، ساعة كنت مخلصاه كل لوحدي، معيش حد، او كمان اقل من ساعة. زي ما انتوا شايفين كده اهو. ببتدي افرد في العجينة زي الفطيرة بالظبط، وبلفها رول. اهم حاجة انتوا بتلفي بتضغطي زي ما انا بضغط كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتلفيها رول زي ما انتوا شايفين، زي ما انا بلف كده. وهمسح ايدي بالسمنة بعد كده، وهوريكي هنحط السمنة ازاي. بس انا عايزة منكم بالله عليكم تشجعوني، الله يبارك لكم. اهو بصوا انا بدهن ايدي كده وبحطها على الجناب علشان ما تلزقش في اختها. عرفتوا بقى السمنة هنا ما بتخلصش بسرعة غير لما انت تيجي تعمليها واحدة واحدة. بصي دي بقى هتطلع لك كتير. بصي همسك كده اهو وهفرد تاني، هفرد كده اهو جنب اختها. انا مش هفرد خالص، يعني مش تخليها سنتي مثلا، لا هي بالظبط حوالي 2 سنتي او سنتي ونص او 2 سنتي. انا هوريك انا هوصل لحد فين في الصاج. اهم حاجة الصاج بتاعك يكون عريض علشان العجين ده بتاعنا هيخمر. انا كده خلصت. بوريكم طبعا ان الشبه دي انجزت معايا بصراحة. وادي دي كمان سمنة فضلت معايا عشان اوريك ان هي ما اخدتش معايا كمية كبيرة. وده الصاج. بصوا انا بوصل للنص، يعني بخلي العجين واصل معايا لحد نص الحد بتاع الصاج. اعملي لي بقى لايك. بصي بقى الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، العجينة طلعت فوق الصاج بسبب اللفة اللي احنا لفيناها والتقطيعة. بصي بقى عاملة ازاي، شكلها تحفة. حاولي تعملي زي ما انا عملت، اقسم بالله هتبقي سريعة، هتخلصيه بسرعة، وكمان هيخمر معاكي وهيعمل معاكي فراغات. كده استوى، ده كده كان خلاص استوى. اهم حاجة في طريقة التسوية بتاعته انك انتي بتكوني مشغلة الفرن قبلها بنص ساعة، تمام. وبتشغلي المروحة. لو ما عندكيش مروحة في الفرن العادية بتاعتنا دي اللي احنا بنخبز عليها كلنا، بتروحي مولعاها قبلها بنص ساعة لحد ما تسخن خالص، وتروحي حاطة فيها السجان بتاعتك. يا دوب كده تحسي ان البتاع استوى، الفايش بتاعك استوى، ما تخلوش يحمر، لان انت كده هتحمصيه لسه. انا حاط في الفلاش علشان اوريك الفراغات عاملة ازاي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. والتقطيعة كلها واحدة طبعا، سريعة، مش هتتعبي. زي ما انتوا شايفين كده احنا خلصناه. كمان علشان يطلع معاكي بالشكل ده، لما نيجي نحمصه ما نقفلش الفرن، بنولع الفرن عادي بالنار، بس بنسيب البيبان بتاعه الفرن مفتوحة. هتلاقي الفايش بتاعنا اتحمص ولونه طلع ذهبي، يعني مش هيتحمر معانا ولا لونه هيسود، وهيتحمص وهيبقى هش وحلو زي كده. انا نسيت اقول لكم، لما نيجي نقطعه اول ما نيجي نطلعه من الفرن ما تقطعيهوش على طول، بتسيبيه يبرد خالص، وبعد كده بتقطعيه شرايح او طرنشات.
زي ما انتوا شايفين الشكل طالع عامل ازاي. يلا في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو، وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا لي زر الجرس، وكمان نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومع السلامة، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد.